كنا اتكلمنا في اللايف من يوم السبت وقلنا ان الزمالك ممكن ينزل باي تشكيله، وقلنا ان شيكوبينزا مش هيكون ليه دور. شيكوبينزا فعليا استبعدوه من قائمه الزمالك، استبعدوه يانيك فيريرا. فدلوقتي التشكيل زي ما انا قلت هو ده اللي هيبدا، اللي بدا الماتش اللي فات هيبدا هو هيبدا بصبحي، وهيبدا ببنتايك وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل وعمر جابر، وهيلعب بدونجا، وهيلعب بعبد الله السعيد وناصر ماهر في نص الملعب، وهيلعب ادم كايد على الشمال، خوان بنزيرا يمين ودباغ. طيب في حاجه حصلت بقى، ان دخل في القايمه ربيع. طب هل ربيع يبقى ليه دور؟ هيبقى ليه دور مهم جدا. لو الزمالك قدر يخطف جول وخلص الشوط الاول 1-0 حتى، او متقدم بفرق هدف وابتدى الشوط الثاني، اقدر اقول لك ان ربيع ممكن ينزل الشوط الثاني. ربيع عنده الكرات الطوليه حلوه جدا من ايام البنك الاهلي، فيقدر يلعب الطوليه لبتزيرا او عدي دباغ اللي بيعرف يتحرك من بين الخطوط. عندك مشكله في الخطوط في الاهلي في العمق الدفاعي، تقدر تعمل انفرادات وتقدر تعمل هجمات خطيره مع 1-على-1. لو قدرت تحط بتزيرا في 1-على-1، موقف 1-على-1، هيقدر يعدي ايا كان اللي قدامه. فالزمالك يقدر يعمل ماتش حلو قوي لو قدر يلعب على الحته دي، واقدر اقول لك ان الزمالك يقدر يقرب المكسب ويقدر يعمل اكتر من هدف لو لعب على الحته دي. طبعا لازم يكون ناصر ماهر فايق جدا ويبطل يمسك الكره كتير ويقدر يطلع لعب بسرعه، وادم كايد يحاول يخش لجوه زي ما هو بيخش عشان يقدر بنتايج ياخد الحته اللي ياخد الخط، زي ما بنقول ياخد الخط. بنتايج لعيب خط، مش لعيب ان هو يخش زي فتوح. عمر جابر هيثبت، لان عمر جابر هتكون عليه ضغط كبير جدا من تريزيجيه وبن شرقي. الاثنين هيلعبوا، وانا بقول لك الاثنين هيلعبوا النهارده. تريزيجيه هينزل نص الملعب وهيلعب بن شرقي وينج ليفت. ده اللي انا متوقعه وده اللي انا شايفه، وان شاء الله مكسب للزمالك.